السلام عليكم اخوان. هذا الفيديو راح اشرح مكونات الفاقسة من الالف الى الياء. وقبل لا اشرح مكونات الفاقسة راح اشرح لك شنو هي شروط تفقيس البيض. شروط تفقيس البيض 5 شروط لازم تطبقهن 5 حتى تحصل على كتكوت، تحول البيضة من بيضة الى كتكوت. اول شرط ان البيضة لازم ملقحة، هذا منتهي معناتها البيضة ملقحة. ثاني شرط الحرارة، درجة حرارة تفقيس البيض من 37.4 إلى 37.7. الرطوبة، رطوبة تفقيس البيض يعني بخار الماء الموجود بالهواء، الرطوبة من 50 إلى 55. بعد شنو عندنا؟ التهوية، لازم الفقاسة يدخلها هواء ويطلع من عندها الهواء، لأن البيض بمسامات ويتنفس كتكوت. ورا التهوية عندنا التقليب يعني البيضة تنقلب باليوم مرتين 3 مرات من جهة إلى جهة على مشيني ما يلتصق الكتكوت ويموت. المهم هسه بالنسبة للفاقسة، مكونات الفاقسة أهم شي هذا الجهاز المتحكم، هذا ثرموستات اسمه اكس ام 18، اسمه اكس ام 18. هذا متحكم شامل يعني يشمل حرارة ورطوبة وتقليب واحتباس حراري وكل الأمور الفاقسة. عندك هذا شنو المتحكم بيه؟ ما يتحكم بالحرارة. الحرارة من ناخذها؟ افتح الباب. حرارة ناخذها من هاي القلوبات. هاي القلوبات تشتغل الحرارة. هاي انا مرتبهن السويتش مال البنكة على مود اتحكم بالشدة مالتهن، على مود اقدر احصل على حرارة اللي اريدها. اضافة الى انه يتحكم بالرطوبة. الرطوبة هاي بالماي شلون اتحكم بيها؟ بهذا الجهاز مال التحكم بالرطوبة، المبخرة. اضافة الى عندي فتحات تهوية اللي هن منا يجي بهذا الدكت الخارجي، هذا الانبوب يعني الهواء يدخل منها يفتار. اكو هنا مروحة بنكة فان، وين حاطانا بالاخير جوا هنا صاير هاي البنكة الفان. هاي من تسحب هواء منها خارج. اكو ثقوب 5 لني جوا تسحب من عندهن هواء، يطلع الهواء يفتر داخل الفاقسة ويطلع من الجهة الثانية منه، على مود شنو يصير من هاي الفتحة، على مود يصير شنو دورة كاملة، يدخل هواء نظيف ويطلع الهواء اللي محمل بثاني اكسيد الكربون. يعني اذا عندك بيض هواي لازم يحتاج تهوية، لان البيض مثل ما تقول يطرح ثاني اكسيد الكربون بالفقاسة، واذا هي دوم مسدودة ومعزولة فراح شنو يصير عندك تفقيس مو نسبة كاملة، يصير عندك موت بالكتاكيت. اضافة الى هذا الادراج، هاي تخلي البيض هنا. والتقليب تقدر اوتوماتيكي، بس انا ما مسوي اوتوماتيكي، مسوي تقليب يدوي يعني بايدك تقلب البيض. تفتح الفقاسة باليوم مرة مرتين تقلبهن وتعوفن. اذا تريد اوتوماتيك هو هذا المتحكم يشتغل اوتوماتيك، بس تجيب ماطور وترتب يعني شغلته. هسه راح اشغلها لك وشوف شلون تشتغل. خلي بس هذا الجهاز مال الفواحة بالماي. بسم الله. هسه هذا الجهاز اشتغل، بس هاي على مود الصوت. شوف هسه الرطوبة منخفضة، اشتغلت الفواحة. شوف الماي صارت الرطوبة شوية. القلوبات، هاي القلوبات اشتغلن. درجة الحرارة حاليا 29 الفعلية، والرطوبة 51. المطلوبة تصير 55 رطوبة وحرارة 37. هاي الجهاز بالمتحكم يعني، وهاي مكونات فاقسة بشكل عام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.